بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد، مواطن مصري من شباب التحرير، وبس ليا سؤال عند السيد مرسي رئيس الجمهورية اللي احنا انتخبناه يعني بالنسبة للموقف في سوريا. ودلوقتي سوريا اللي احنا شايفينه او اللي احنا قادرين نشوفه يعني ان سوريا خلاص بقت على الارض، اتهدمت كلها، بيهدم مساجد، بيهدم كنايس، بيهدم بيوت، منازل. طيب يا سيد مرسي، حضرتك عملت شو دبلوماسي جميل قوي قوي في طهران وبنحييك عليه. طيب على الارض بقى، يعني على ارض الواقع هناك في ارض المذابح سوريا اللي قالت هنا القاهرة في إذاعتها في حربنا مع الصهاينة، مع اليهود، مع إسرائيل. طيب حضرتك استدعيت السفير السوري في مناقشته؟ ما أعتقدش إن ده حصل. حضرتك طرحته؟ ما أعتقدش. بالنسبة للجالية المصرية اللي في سوريا، ما أعتقدش في ظل الحرب والإبادة دي إن هم هيبقوا عدد كبير قوي. حضرتك على المستوى الدبلوماسي عملت إيه؟ خدمت الشعب السوري بإيه؟ ده بس ده اللي عايزين نعرفه، السؤال ده محتاجين نعرفه من حضرتك ومن السيد هشام قنديل بتاع حضرتك اللي هو رئيس الحكومة المصرية بعد الثورة. فاحنا محتاجين نعرف ايه اللي نقدر، او الحكومة المصرية او سيادتك بما انك رئيس الحكومة المصرية ورئيس الدولة ووكيل مدني منتخب، عايزين نعرف حضرتك ايه الايجابي اللي قدمته بسوريا، او ايه الايجابي اللي نقدر نقدمه. انا عندي وجهة نظر والله في الموضوع ده. احنا نطرد السفير السوري ونستدعي السفير المصري ونلم الجالية المصرية كلها اللي هي المتبقية، يعني اللي هم ما اعتقدش ان هم يبقوا كتير قوي. فيا ريت حضرتك تتخذ موقف حاسم بالنسبة للوضع في سوريا ارجوك، لان احنا ما فيش في ايدينا غير الدعاء. او حضرتك بقى اتفضل اعمل دعوة عامة للشعبية العامة، وشوف مين من الرجالة في مصر يروح يقاوم النظام السوري اللي بيزيد الشعب اللي هم اخواتنا اللي هم السوريين. فيا ريت حضرتك تتخذ موقف. واحنا والله بندعي، مفيش في ايدينا غير الدعاء، واحنا ساجدين واحنا مش ساجدين بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يهلك الطاغية اللي اسمه بشار. اما حضرتك في وضع يديك آلية تحرك على المستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي احنا مش شايفين حاجة. فمن فضلك يعني احنا بنحبك في كل حاجة، بس من فضلك بلاش الكلام العام اللي حضرتك بتقوله. واحنا خلاص الشعب يا استاذ مرسي اتغير، فيا ريت حضرتك يا ريت تاخد موقف من النظام السوري على الارض، مش في المؤتمرات العالمية في طهران او غيرها. اشكرك شكرا جزيلا.